السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده طبعا انا قمت من النوم محتاره اعمل لهم اكل ايه. مش عارفه اعمل لهم اكل ايه، واحنا اساسا في الحر مش بنحب بقى الحاجات اللي بصلصه كتير وكده. فقعدت افكر قلت اعمل لهم صينيه مكرونه. بس طبعا ما رضيتش اعملها صينيه مكرونه بشاميل، قلت اعمل لهم صينيه مكرونه نجرسكو. هنبدا مع بعض، واول حاجه نشوف هنعملها ايه. انا جبت ميه وغليتها ونزلت فيها بالملح. طبعا انتوا عارفين ما تحطوش زيت، انا ما بحبش احط زيت وانا بسلق المكرونه. نزلت بالمكرونه اهو، قلبتها في الميه اللي هي بملح دي. تمام، وهسيبها بقى تتسلق. عمل ما المكرونه تتسلق بتاعتي، هكون انا ايه طبعا بدات احضر ايه الحشوه. جبت فلفل الوان، طبعا انت عايزه بقى الحشوه دي اختيارك انت. عايزه تحطي بقى تضيفي فلفل حامي، عايزه تحطي فلفل اخضر، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. انا هكتفي بان انا هحط فلفل اصفر وفلفل احمر وبصل، مش هحط حاجه غير كده، علشان انا عندي اطفال ومش بحب ان انا اخليها حراقه يعني. تمام. طبعا قعدت اقطع الفلفل كده شرايح زي ما انتم شايفين. انتوا بتعملوا الحشوه كانكم بتعملوا شاورما بالظبط. تمام. الحشوه بتتعمل كانك بتعملي شاورما. قطعت الفلفل اهو معاكم زي ما انتم شايفين، الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر. الاضافات اللي انت عايزه تضيفيها زي ما انت عارفه تضيفيها براحتك، كل واحد على حسب حريته. طبعا بعد ما قطعت الفلفل زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعه، هقطع البصل نفسه شرايح. عايزه تقطعي الفلفل مربعات انت وراحتك، عايزه تقطعي البصل مربعات برضو انت وراحتك، بس انا بحب ان انا اقطعه شرايح، والبصل كده تفرفريه من بعض، علشان ما يبقاش كده ايه مقفول، عشان يبقى حلو معاكي في اما تيجي تعمليه في الطاسه بتاعتك. تمام تمام. كده كنت قطعت البصل بقى والفلفل خلاص. هجيب طاسه وهنزل فيها بنقطه زيت مش كتير، هسخنها كويس جدا. طبعا انا ايه مقطعه الفراخ بتاعتي إيه برضو شرايح رفيعه. عايزه اقول لك حاجه، انت بقى على حسب ما انت عايز تعملي بربع فراخ اعملي، عايز تعملي بنص اعملي. انا هنا جبت ربع شاورما وعملت بيه، يعني مش اكتر. انت بقى على حسب ما انت مظبطه ميزانيتك، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام. بدا ينفع يتعمل وبدا ينفع يتعمل، انا عملت بربع شاورما، انت بقى وحريتك. بعد ما خلاص حطيتها بقى في الطاسه وخدت الصدمه بتاعتها، نزلت عليها بالبصل اللي انا عاملاه شرايح دوت زي ما احنا شايفين. قبل ما البصل يدبل، اول ما البصل يدبل زي ما احنا شايفين بصوا، يا دوبك دبل كده هبهره. هنزل عليه ايه برضو البهارات على حسب ما انت عايزه. انا نزلت بملح وفلفل، وهنزل عليه بجنزبيل علشان الجنزبيل بيدي طعم حلو جدا. وهنزل عليه بالورق لولا اللي هو المطحون، مش طبعا اللي هو التاني. ليه؟ علشان طبعا احنا عارفين التاني بيتحط في الشوربه. تمام. وطبعا هديها تقليبه كده، وبعد ما يتقلبوا كده وياخدوا من بعض الريحه وكل حاجه والطعم، عايزه اقول لك الريحه روعه جدا. هنزل عليهم بقى ايه بالفلفل اللي انا مقطعاه. تمام تمام. ما فيهاش اي حاجه خالص على فكره. وعايزه اقول لكم الصينيه دي بتبقى خفيفه جدا عن البشاميل. البشاميل العصاج بيبقى تقيل. فانا مش يعني مش بحب دي اكتر يعني، وعندي في البيت بيحبوها اكتر. طبعا انا ما بسيبش الحاجه تدبل قوي، لازم يبقى فيها الجرشه دي، يعني ما يبقاش دبلان خالص ولا الفلفل ولا البصل. كده كانت خلصت وطفيت عليها. هعمل بشاميل. البشاميل طبعا زي ما انت عايز تعمليه على السخن اعمليه، برضه هبقى اعمله معاكم. بس لو انت ما بتعرفيش تعملي بشاميل، الطريقه دي سهله جدا وهتعجبك وهتسهل معاكي الموضوع خالص. انا عايزه اعمله بشاميل خفيف. ليه؟ عشان انا بحبها جوسي، مش بحبها اللي هي ماسكه في بعضها. تمام. 3 معالق سمنه تحطي 3 معالق دقيق، 4 معالق سمنه تحطي 4 معالق دقيق. انا هنا حطيت 3 معالق سمنه، سيحتهم بس وسبتهم يبردوا، ونزلت عليهم ب3 معالق من الدقيق. تمام زي ما احنا شايفين بصوا انا ماشيه معاكي خطوه بخطوه، ما فيهاش اي حاجه على فكره. صينيه المكرونه دي سهله جدا جدا جدا. بعد كده هنزل عليها بكيلو من اللبن زي ما احنا شايفين. هنزل بكيلو من اللبن، وطبعا بقى بعد ما تنزلي بكيلو من اللبن بتقلبيها كويس جدا كل المكونات مع بعضها عشان ما فيش حاجه تكلكع. كل ده واحنا مولعين على نار هاديه جدا خالص. تمام. انزلي بقى بحبه ملح وحبه فلفل مش كتير، فلفل اسمر. تمام. وافضلي قلبي زي ما انا قلت لك. لو انت عايزه البشاميل بتاعك تقيل والمكرونه ماسكه في بعضها، سيبيه يبقى تخين قوي على النار. عايزاه خفيف، ما تغيبوش على النار زي ما انت عايزه القوام بتاعك. بعد ما وصل كده هنزل بحته جبنه موتزاريلا. طبعا الجبنه دي انا هكلمكم عليها دلوقتي، تحفه وخطيره، وهعرفكم تجيبوها ازاي. نزلت بالجبنه الموتزاريلا، بتدي بقى ايه مطر البشاميل كده، بتخليه تحفه قوي. بصوا هتشوفوا دلوقتي المنظر عامل ازاي. بصوا
بصوا الجبنه بعد ما ساحت جوه البشاميل، وانا زي ما قلت لكم انا بحبها عن نفسي بشاميل خفيف، علشان بحبها جوسي كده، مش بحبها ماسكه في بعضها. خلصت البشاميل اللي هو القوام ده اللي انا كنت عايزاه ووصلت له. طبعا كده هطفي عليها. بعد ما اطفي عليها زي ما احنا شايفين، وانت على حسب رغبتك في قوام البشاميل زي ما احنا عارفين، كل واحد وحريته. بعد ما عملت كده هبتدي بقى ان انا اجيب المكرونه بتاعتي بعد ما طبعا صفيتها. هرجعها تاني في الحله، هنزل عليها بمغرفتين كده من البشاميل واقلبها في قلب بعضها. ليه؟ علشان تبقى متماسكه في الصينيه. بعد ما قلبتهم كده في قلب بعض زي ما احنا شايفين، لازم تعملي الخطوه دي، على فكره خطوه مهمه وكويسه يعني، اكيد طبعا كلكم عارفين بس احنا بنحاول نفيد بعض. نزلت عليها بالحشوه وهقلب كل الحشوه مع المكرونه. حابه ان انت تحطي شويه مكرونه من تحت، حشوه في النص، مكرونه من فوق، برضو انت وراحتك، انا بديكي اختيارات. انزلي بقى بمغرفه بشاميل اللي في تحت في الصينيه من تحت. تمام. بعد ما نزلت بمغرفه البشاميل وكنت قلبت الخليط مع المكرونه، هنزل بقى بالمكرونه كلها في الصينيه، وهبتدي بقى ان انا اسويها، وهنزل عليها بقى ايه بالبشاميل بتاعي. بصوا، عايزه اقول لكم سهله وسريعه، ما فيهاش اي حاجه، ما خدتش مني اي وقت، ساعه زمن. اي نعم هي بقى بتطلع بقى مواعين كتير، ما رضيتش اصور لكم مرحله المواعين دي، كنتوا تشوفوا منظرها عامل ازاي. بس يعني ايه، بتطلع خفيفه وجميله، وولادك هيحبوها قوي هتعجبهم قوي. حطيت البشاميل من فوق. بصوا بقى الجبنه دي جبنه موتزاريلا طبيعي، بجيبها من عند ناس السوري، سوبر ماركت سوري. السوريين دول طبعا فاتحينها كتير، هم بيعملوها على ايديهم، عشان كده هي بتتباع شرايط كده. طبعا انت بتاخديها، انا بقصها، بخليها يعني ايه، زي ما انتم شايفين بقصها بالمقص واحطها. عايزه اقول لكم الجبنه الموتزاريلا الطبيعي ممكن انت تجيبيها من ماركت كبير، لو جبتيها منه هي بتبقى صفرة، حلوه برضو. بس انت لو عايزه تجيبي بقى ربع ربع، بتجيبي طبعا ايه من ماركت انت برضو ضمناه، وعارفه ان الموتزاريلا الطبيعي غير اللي هي الموتزاريلا اللي هي البيضه، بتبقى نبات الدهن، وطبعا دي مش مفيده شويه عشان اطفالنا. تمام. يبقى اعرفي فرقي ما بين الموتزاريلا العاديه والموتزاريلا الطبيعي. بصوا انا هنا كنت فردت الموتزاريلا كلها على الصينيه بتاعتي من فوق. هبتدي بقى ايه ان انا ادخلها الفرن كده واديها لون حلو. طبعا هي مش هتغيب جوه الفرن عشان كل حاجه مستويه، عشان ما تنشفش منك. بصوا بقى بعد ما طلعتها من الفرن، عايزه اقول لكم كانت ريحتها تحفه وشكلها تحفه. انا كان نفسي اصور لكم مرحله الجبنه، بس للاسف الكهرباء قطعت عندي. كنت عايزه اوريكم الجبنه والمطه بتاعتها، بس ان شاء الله في اكله تانية هوريكم المطه دي. الجبنه اللي هي الموتزاريلا الطبيعي دي يا جماعه هتعجبكم جدا جدا، مفيده جدا عشان الاطفال. بلاش فرقي بين الحاجه اللي هي نبات الدهن، وطبعا معايا في القناه هعرفك ايه اللي نبات الدهن وايه الطبيعي. هي بتبقى اغلى شويه من التانية، بس دي معموله بالايد، طعمها جبنه وعاطيه مطه فظيعه جدا. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.